تصديرات جزائرية وعرس جزائري يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في 2025. عرس الجميلة ليليان والقفطان الجزائري والرقص القبائلي بيشعل جميع الأجواء في الوطن العربي. تعالوا مع حضراتكم نشوف التفاصيل، بس في الأول كده هنصلي على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. وكمان ما تنسوش لايك على الفيديو، اشتركوا في عرض الجرس من كلمة الكل عشان خاطر يوصل لكم الجديد والترند. بنتكلم عن فرح الجزائرية ليليان، واللي عمل ضجة كبيرة جدا 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 وتصديرات ملكية رائعة. وطبعا كل الناس بتقول على عرسها ما شاء الله تبارك الله، لأن هي اتجوزت عن حب. وطبعا الزواج عن حب بيفرق جدا جدا، بيبقوا الاتنين متفاهمين ومتعاونين وبيحبوا بعض والدنيا بتمشي زي الفل. ما شاء الله، يعني ربنا يحميهم يا رب. الناس بتقول بقى ان ما شاء الله واضح إن هي بتحبه جدًا وهو بيحبها جدًا، والكلام ده باين في عينيهم، وكمان لمعة الحب اللي في عينيهم باينة جدًا، جدًا، جدًا. إن فرحها كانت أجواء مميزة لدرجة إن ناس كتير جدًا في التعليقات كتبت إن ده أفضل زفاف أو عرس جزائري تم في 2025. يعني هي كانت جميلة ما شاء الله. كمان ما شاء الله باين عليهم إن هُم بيحبوا بعض جدًا، جدًا، وبيخافوا على بعض جدًا، جدًا. وهي كانت زي القمر الصراحة، وكمان تصدّرت وأشعلت الأجواء لمّا لبست القفطان الجزائري. الله، الله عليها بجد، روعة، روعة ما شاء الله. ربنا يا رب يهنيها ويسعدها ويبارك ليهم في هذا الزواج، ويرزقهم بالذرية الصالحة، اللهم آمين يا رب. ده الفيديو مع حضراتكم ومع السلامة.